السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يلا نعمل فيديو النهارده حلو. نعمل صوص الشوكولاته مع بعض. هو انا بصراحه هعمل كيكه شوكولاته، بس هنعمل الصوص الاول. تمام. صوص الشوكولاته بطعمه لذيذ جدا في البيت، مكوناته كلها سهله. مكوناته الا عندنا حاجه بسيطه كلها: كوبايه زيت، ومعانا كوبايه سكر. كل المقادير كلها معيار واحد، نفس الكوبايه. كوبايه زيت، ومعانا كوبايه سكر، وكوبايه حليب. تمام. ومعانا ايه؟ نقول 4 معالق كاكاو او 5 كاكاو خام. ماشي. نبتدي ان احنا ننزل السكر. ايه يا حمودي؟ هنحط السكر. ايه يا حماد، عايز ايه يا حبيبي؟ اه. دلوقتي حطينا السكر، وبعد كده بنحط الزيت. تمام. وبعد الزيت هنحط ايه؟ كوبايه الحليب. ماشي يا حبايبي. كوبايه الحليب، وننزل بالكاكاو. تمام. كل ده يتقلب. ومعانا كيس فانيليا كمان، انا بحب ريحه الفانيليا في الحاجه، فهنحط كمان كيس فانيليا مع الحاجات دي كلها كده في الخلاط، ونضربها لغايه ما القوام بتاع الصوص يتقل ويبقى شوكولاته بالظبط، يبقى حاجه كده طعمه تحفه بصراحه. في البيت انا بعمله، اللي عندي الولاد ما بلحقش اعمل بيه حاجه، بياكلوه بالمعلقه. ولو حطيتيه كمان في التلاجة شوكولاته حقيقيه يعني. تحفه تحفه بجد. تشغل عليه الخلاط لغايه ما القوام بتاع الشوكولاته يتقل. القوام بتاع الصوص يعني يتقل. وبعد كده هنفضي منه بقى مقدار مثلا كوبايه، او كوبايه كبيره نفس المعيار اللي احنا عملنا بيه. ناخد كوبايه منه، نشيلها على جنب عشان خاطر هنكمل بقيه المقادير، اللي هي المقادير اللي فاضله بقى. 3 بيضات. هنحطهم فين ال3 بيضات؟ هنحطهم على صوص الشوكولاته اللي اتعمل ده. هنحطهم عليه ونضربهم في الخلاط مع بعض، ونحط كمان كيس فانيليا عشان طبعا البيض بيبقى ليه زفاره، فهنحط كمان كيس فانيليا مع البيض بس. وبنضرب كل المكونات دي كلها مع بعضها. وبعد كده بكون انا نخله 2.5 كوباية من الدقيق في طبق، ومعاهم كيس بيكنج باودر، ومعاهم ذره ملح. تمام. شفتوا قوام الشوكولاته عامل ازاي يا جماعه؟ قوام الصوص عامل ازاي؟ تقيل وجميل. تحفه 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 والله. بيتخانقوا عليه، بياكلوه كده من قبل ما اعمل بيه اي حاجه في البيت. ماشي. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجه روعه بصراحه. هنكمل بقى بقيه المكونات. ال3 بيضات احطهم في الخلاط مع الفانيليا، واكمل بقى ايه؟ ضربهم تاني. ممكن ازود نص كوبايه حليب ولا حاجه عشان القوام يبقى متماسك، او يعني قوام الكيكه يبقى مظبوط. نص كوبايه حليب او كيلو او كوبايه الا ربع، حسب يعني حسب ما احتاج. ماشي. نركن بقى الصوص ده على جنب كده، واكمل بقيه الكيك. طبعا هضرب بقى البيض مع الحاجات اللي في الخلاط مع نص كوبايه حليب كمان، وانزلهم على الدقيق بقى والبيكنج باودر، واقلبهم في زي ما بعمل اي كيكه عاديه، وندخلهم الفرن. تمام. كده انا نزلت البيض اهو، واحط عليه الفانيليا. نشغل عليه بقى الخلاط مده 10 دقايق كمان او 5 دقايق، 5 دقايق. تمام. مع نص كوبايه حليب. ونشغل الخلاط بقى تاني لغايه ما لغايه ما المكونات كلها تندمج مع بعضها. وبعد كده هننزلهم على الدقيق. ماشي. معلش بقى، عندي اطفال صغيرين فهتلاقي صوتهم واضح في الفيديو، فربنا يخلي لكل واحده ويخلي لكل عيله اولادها يا رب كده، ويبارك لكم فيهم ويبارك لنا فيهم يا رب. نقول بسم الله ما شاء الله كده، ونصلي على رسول الله. تمام. كده انا بضرب البيض مع بقيه المكونات اللي انا اخدت منها الشوكولاته، اللي اخدت منها الصوص، في الخلاط. تمام. وطبعا احنا اما بنكون بنسخن الفرن قبلها ب10 دقايق. لازم الكيكه تدخل على فرن سخن. تمام. ادي الكيكه، وطبعا دي